بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة. بس قبل ما أبدأ في الفيديو ده يا جماعة، أنا امبارح كنت بتكلم في موضوع كده وفجأة التليفون فصل. فبصراحة يعني ما حبيتش يعني إنه أنا ما نزلش الفيديو، رغم إنه الفيديو أنا ما كملتوش. فحاول أكمل بس الجزئية اللي أنا اتكلمت فيها في الفيديو اللي فات وأدخل في الموضوع الجديد اللي أنا عايز أتكلم فيه. يمكن اتكلمت، أنا قلت معظم العلاقات اللي إحنا بندخلها في موضوع الحب والارتباط والكلام ده، احنا اصلا بنكون يعني مجرد اداة اشباع. يعني احنا في العلاقة ما بنبقاش حاسين بنفسنا، بس هو الاخر بيكون عاوز حب، عاوز اهتمام، عاوز كذا عاوز كذا عاوز كذا. وانا في العلاقة بنسى نفسي، لانه احنا لازم نتكلم بمنتهى الصراحة يا جماعة. ما فيش علاقات بتبقى يعني اللي هو الزهد، وان انت دايما سهران وان انت دايما قلقان. دي علاقات غير صحية. يعني صدقني دي علاقات غير صحية. العلاقات الصحية يا جماعة لما انت بتحب حد وعاوز تعيش معاه وكده، دايما بتبقى انت مطمن. يعني دي خدها قاعدة كده، بتبقى انت مطمن، بتبقى انت شغال كويس. انا سمعتها والله من دكتور بجد. بتبقى انت شغال كويس، بتبقى انت مركز، بتاكل كويس، بتنام كويس. مفيش حد يا جماعة بيحب حد ويكلمه 24 ساعة، فده ما اسموش حب على فكرة. يمكن انا اعرف حد كده، وياما نصحته قلت له: انت حضرتك هنا في شخص انت بيتغذى عليك، او انت بتتغذى على حد. هو في الكلام ده والله العظيم. يعني انه انت أو مبدئيا كده، أو الحب مش بان انا اكلمك كتير. يعني يقول لك الانصهار في الاخر، وان انت ترجع لنفسك. يعني انت بتبقى في شغلك واهتماماتك طمن، بس مش كل يوم. خد بالك انه في حته كده، هي احنا كده في حته اقصد عندنا مش واضحه. اللي هو انا دايما في العلاقه واهم نفسي انه هو بيحبني، وان هو بيقدرني، وان هو دايما بيتصل بي. هو حبيبي، مش مساله ان هو بيتصل بيك او بيطمن عليك كل يوم. فده معناه حب يعني. لكن الحب الاهتمام ده مش حب يا جدعان. يعني لازم نفرق شويه بالله عليكم. انت محتاج علاقة صحية كويسة، وانت محتاج علاقة صحية برضو كويسة. فالحاجة دي بتتم عن طريق ايه؟ عن طريق انه انا ابتدي ان انا اركز في نفسي. بنقول يا جماعة مليون مرة، التركيز على الذات والشغل عليها، وفهم يا سيدي الخبايا اللي موجودة فيا من غضب ومن استياء، من مشاعر الحزن، من التعلق اللي احنا دايما بنتعلق بالاشياء دي. حاجات كتيرة جدا. هل احنا راجعنا الموضوع ده؟ هل احنا كتبنا؟ هل احنا جردنا؟ هل احنا شفنا الحاجات اللي من خلالها حجز بشريك حياة يكون معايا؟ ولا احنا مجرد عاوزين حد يكون معانا في حياتنا ليكون ان احنا مثلا اصحابي كلهم في الجامعة مرتبطين فانا ارتبط، صحباتي كلهم في الجامعة مرتبطين فانا ارتبط. انا لو ما اتجوزتش، انا لو سوري لو ما علقت، يعني انا اسف في اللفظ، لو ما علقتش ولد دلوقتي، في يعني حاجات فيها عدم يقين وحاجات بتزعل. والله يا جماعة انا بكلمكم كأخ، سامحوني في المصطلحات دي يعني. ف فهو الفكرة مش في كده. الفكرة انه الجواز ده رزق ربنا كاتب لك حاجة معينة هتيجي في وقت معين. شغلك على ذاتك وان انت تعرف المخابئ، وان انت تعرف المخابئ بتاعتك، وان انت تعرف الحاجات اللي انت بتعملها والحاجات اللي انت ما بتعملهاش. هي دي اساس العلاقة الصحيحة. الاساس من خلالها هتجذب لك شخص يكون شبهك. طولت في الفيديو ده. الفيديو اللي انا جاي اتكلم فيه ده، معلش انا ما حاسس ان انا دم تقيل النهارده، بس سامحوني يعني. فيديو النهارده في مثل مصري كده بيقول: اللي مشتر اللي ايه، تعرف فلان، تعرف فلان. طب قبل بس ما اقول له مثلا، انا كنت مسجل فيديو كده من الظهر، وفي حد دخل عندي، كنت بس براجع حاجه يعني انه انا اعمل الفيديو بالعرض، وانا للاسف برضه عملت الفيديو بالطول. يلا فكروني بس المره اللي جايه. بيقول لك تعرف فلان؟ يقول لك مثل كده عندنا مصر. يقول لك طب انت عاشرته؟ يقول لك لا، يبقى انت ما تعرفوش. طب ايه اللي انت عايز تقول ايه بس مثلا يا عم عبد من المثل ده؟ بصوا يا جماعه، مبدئيا كده، يعني مش كلنا طبعا. يعني انا من الناس دي. يا جماعه ما نديش حد ثقه زياده عن اللزوم واحنا ما عاشرناش الشخص ده. ومش بتكلم هنا عشان بس يعني اوضح
العشرة هنا مش بالوقت، مش بالسنين. قد تكون انت عاشر بقالك سنين، ولكن ما دخلتش معاه في حاجات بتبين لك الشخص ده. زي ايه مثلا؟ زي موضوع الفلوس، وسيدنا عمر تحدث في الموضوع ده. يعني موضوع الفلوس، يعني انت مثلا، احنا بيحصل معانا احنا مع اصحابنا مثلا، يعني على سبيل المثال استلفت من صديقك فلوس، حلو، كنت معذور يا سيدي واستلفت منه فلوس. وفجأة انت بتفتكر بقى انه انت ده صديقك، وانه انت ده كويس، وهو بيقول عليك انه انت شخص دايما بتستلف ودايما بتاخد منه فلوس ودايما بتعمل معايا كذا، وانت ما تعرفش عنه حاجة. حلو، ما تعرفش عن الموضوع ده، تلاقي الموضوع ده كده لافف كده، يعني الدنيا كلها عارفة وانت ما تبقاش عارف الموضوع ده. عشرتك بقى والفترة دي كلها والسنين ما عرفتش الشخص ده، الموقف ده اللي خلاك تعرفه. فالمواقف أنا من وجهة نظري والاحتكاك بينك وبين صديقك هو اللي بيبين. يعني زميلك في الشغل مش عشان قعد معاك فترة أو زميلتك قعدت معاك فترة بتضحك وتهزر ده معناه إنه إحنا نسلم يا جماعة. يعني في ناس كده أنا بيصعبوا عليا بجد. أحيانا ممكن تلاقي حد بيعمل انترفيو في شركة ويتكلم على حياته كلها، يعني مجرد إنه هو ارتاح لعبد الرحمن أو ارتاح، أنا بتكلم بصفة عامة يعني. ولكن العشرة ومفهوم الشخص عشان خاطر إن أنت تسلم له. وانا يعني من وجهة نظري لو يعني حابين انصحكم، انا ما بحبش ان الانسان يسلم اسراره لحد حتى لو عشرة. يعني لازم يبقى في جزء كده في حياتك محدش يعرفه غيرك انت. وخد بالك انه الناس مهما كانوا، مش عاوز اقول والله انا غضب على الناس ولا كده، ولكن ابدا، ولكن في الغالب الناس ما بترحمش. يعني سرك خليه بينك وبين ربك. انا عارف ان احنا بنحب نفضفض ونحب نتكلم بس انا حصل معي موقف من فتره وندمت ان انا اتكلمت، ووجدت انه كتمان السر احيانا على قد ما هو ان هو بيتعب. مش عاوز اقول انه اللي حواليه الحمد لله ناس نضاف وناس كويسين جدا، وهو ما كانش من الدرجه الاولى في اصدقائي بصراحه. بس خدت درس بعد كده انه انت ممكن عاوز تفضفض مثلا مش لاقي حد، كنت تجيب ورقه وقلم. انا بعمل كده والله العظيم، وابتدي ان انا اكتب او القلم على طول، اكتب 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 الحاجات اللي هي بتتعبني والحاجات اللي بتضايقني. وده برضه ما يمنعش ان احنا نفضفض، ولكن اختار. ويا سلام لو من عيلتك، يعني من ابوك اخوك زي الفل، اختار انه نتكلم مع الشخص الامين. كلمة امين دي نحط عليها 100 خط. الشخص الامين اللي هيقدر اولا مشاعري لما بتكلم معاه، هيسمع. وانا بحب الشخص يا جماعة اللي بيسمع دايما، اللي لما اروح اشتكي له مثلا او اقول له والله الدنيا معايا عامله كذا كذا والدنيا مش عارف ايه، وانا حاسس نفسي ان انا متغير، دايما بيسمع وبيدي لك حلول. تمام، نرجع للموضوع اللي عايز اتكلم فيه. ف... ف... فما تفتكرش يعني السنين دي والفترة دي وهو بيعاملك كويس فتتعشم بزيادة، عشان احنا بنتعشم بزيادة وبنزعل بزيادتين بصراحة. حتى سيدنا عمر قال حتة في الموضوع ده، في موضوع تعريف الرجال. وده وعمل وقال يعني ذكر سيدنا عمر قال هل رافقته في السفر؟ وفي تالتة بس أنا مش متذكر، لو متذكر اكتبوها لي في التعليق بالله عليكم يا جماعة. هل رافقته في السفر؟ في السفر يا جماعة لما بنسافر، يمكن احنا من أسوان وبنروح مثلا القاهرة أو بنروح اسكندرية، اللي بيسافروا بقى المسافات الكبيرة دي، لما بيركب معاك حد مثلا في طيارة ولا في قطر ولا في كده ولا في أتوبيس يوم كامل، بتعرف بقى سلوكه. سيدنا عمر عبقري، قال لك هل رافقته في السفر؟ هل عاملته بالدرهم والدينار اللي أنا كنت بتكلم فيه النهارده؟ هل اتعاملت معاه في الفلوس؟ هل شفت أنت لما طلبت منه فلوس وهو عارف إن هو معاه عز عليك؟ هل لما طلبت منه فلوس وتأخرت عليه قال في حقك حاجات وحشة رغم إن أنت شخص نبيل وشخص إن أنت عاوز تسد الفلوس بس أنت مش قادر؟ كل الحاجات دي. وفي حاجة تالتة تقريبا أو حاجة رابعة، بالله عليكم لو تعرفوا المقولة بتاعت سيدنا عمر اكتبها لي في التعليق. فسيدنا عمر بيدينا روشتة عشان خاطر انه احنا نعرف معادن الرجال كويس. فبالله عليكم خلي بالكم من الحتة دي، الثقة الزيادة دي مش حلوة. ومحدش بيقولك
يا حبيبي محدش بيقول لك ادي الداتا بتاعتك للناس كلها، محدش قال لك كده، ومن حقك ما تقولش انت رايح فين، انا رحت مش من حقك ما تقولش. خلي ليك جزء كده خاص بيك. حبيت بس اقول الفيديو ده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه. انا فكروني بقى اعمل الفيديو بالعرض، لان انا حوار الطور ده مضايقني بصراحه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك، وبشكر كل الناس اللي بتكتب لي كومنت جميل زيه يعني. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.